في الفيديو اللي فات اتكلمنا عن الموضوع ده، ازاي سافرت امريكا وازاي اخدت الجنسيه. طب انا هاخد الفيزا ازاي؟ وبعد كده لقيت انهم بيتكلموا على حاجه اسمها الهجره العشوائيه، وهو ده بقى اللي انا عملته بالظبط. هو ينفع حد يكسب؟ الناس دي عايشه ازاي كده؟ فالنقطه دي مهمه قوي انك تفكر فيها قبل ما تاخد قرارك وتسافر. وفي فيديو النهارده هنكمل بقيه القصه. انا فادي يوسف وانت بتتفرج على قناه انجلش بالمصري. وبعد كده بقى بعد ما ابتديت استجمع كده قوايا وافهم ايه الموضوع وايه اللي حصل في موضوع اللوتري ده وازاي ان احنا كسبنا وكل الكلام ده، كان مطالب بقى مننا ان احنا نقعد نملى ابلكيشنز في بياناتنا وحاجات كتيره جدا جدا، وان احنا نجهز كل الكلام ده ونبتدي بقى نبعته لهم. وبعد كده بقى بيجي لك جواب تاني على نفس الموقع اللي انت دخلت فيه عشان تعرف ان انت كسبت ولا لا. بيقول لك بقى التاريخ بتاع الانترفيو اللي انت هتعمله في السفاره، تاريخ والميعاد وكل الكلام ده. فطبعا انا عمري ما دخلت السفاره، عمري ما قدمت على الفيزا، لان انا عارف ان يعني في احتماليه كبيره جدا ان هي تترفض، فما كنتش بضيع وقتي ولا فلوسي في حاجه زي كده. فكانت اول مره اخش فيها السفاره، هو انا داخل عشان اخد الفيزا بدون ما يبقى عندي اي شك ان انا هاخدها ولا مش هاخدها. هو انترفيو بيتعمل بيبقى بس لمجرد ان هم يشوفوك ويعرفوا الراجل ده رايح فين وجاي منين، ولو حسوا ان في اي حاجه كده شبهه او اي حاجه مش مطمناهم ساعتها ممكن يتراجعوا عن ان هم يدوا لك الفيزا. لكن دي بتبقى في حالات ضيقه قوي وقليله جدا، ولو حصل مثلا تشابه ما بين اسمك وما بين اسم واحد، يعني عامل مشاكل او منضم مثلا لمنظمه يعني مش عاجباهم او حاجه، فساعتها ممكن ان هو يرفضوك. وطبعا انت لما بتيجي تكسب من البدايه بيقول لك على رقم كده، يعني بيبقى اوله اي اف اللي هي افريكا، بعد كده 00 مش عارف كام وشويه ارقام وراها، ده كأنه الرقم بتاعك انت، رقم الابلكيشن بتاعك. فانا الرقم بتاعي كان صغير قوي، كان اي اف 0000 وبعد كده في 3 ارقام. فده معناه ان انا الانترفيو بتاعي هيبقى بدري من اول الناس اللي هتعمل الانترفيو، وده طبعا حاجه كويسه جدا، لان هم لو لموا ال50,000 فيزا للناس اللي قدمت، بعد كده اي حد هيقدم ممكن ما يعملوش معاه الانترفيو، لان هم خلاص جابوا الرقم اللي مطالب بيه حسب القانون بتاعهم ان هم يقدموا فيزا عليه. فساعتها مش هيبقى ليك مكان، حتى لو انت كسبان الموضوع راح عليك لان انت الرقم بتاعك متاخر خالص. المهم في الاخر ان اتحدد لنا بقى ميعاد الانترفيو، ورحنا السفاره في القاهره، وكان في شهر اكتوبر في 2013. وطبعا قبل ما تخش اصلا السفاره بتلاقي فيه صفين كده طوال، صف للناس اللي هي طالبه فيزا السياحه العاديه، وصف تاني للفيزا اللي هي بتاعت الهجره اللي هم كسبوا في اللوتري او عندهم اي ميعاد تاني خاص بالهجره. طبعا الصف ده بيبقى اصغر اكيد من الصف التاني الطويل اللي الناس كلها مستنيه الفيزا. عشان تعمل انترفيو وتخلصه ممكن تاخد وقت اطول بكتير من اي واحد تاني بيعمل التاشيره بتاعت السياحه، لان هم بيراجعوا بياناتك وهتقعد يتكلموا معاك اكتر. لكن التانيه بتاعت السياحه بيبصوا في الورق بسرعه وحسب بقى مزاجهم، يا لا، فالموضوع طبعا بيبقى سريع ويقلب، فالموضوع يعني اكيد بيخلص اسرع من الهجره. طبعا بعد كده بقى بيبتدوا ينادوا عليك ويقولوا لك ايه الورق اللي هم محتاجينه، فبيبصوا عليه، بيبقى فيه مجموعه موظفين بقى شغالين هناك في السفاره بيبتدوا يشوفوا الورق. بعد كده تروح تقعد تاني، وبعد كده بقى بينادوا عليك تاني عشان تعمل فينجر برينتس اللي هي البصمات، وبعد كده بتقعد تاني، وفي الاخر بينادوا عليك عشان خاطر تعمل بقى الانترفيو مع الشخص المسؤول عن الموضوع ده. بيقعد بقى يسالك اسئله عن حاجات موجوده في الابلكيشن اللي انت مالتها، الاشغال اللي انت اشتغلت فيها، رايح تقعد عند مين، ليك قرايب هناك ولا لا، شويه اسئله زي كده، يعرف برضو انت خطتك ايه بالظبط وناوي على ايه. وبعد كده بقى بنسبه مثلا 95% ولا حاجه بيقول لك مبروك، خلاص انت كسبت وعديت الانترفيو، ما عندناش اي مشاكل ولا اسئله تانية ليك، وبيدي لك فيزا تمام على الباسبور، وبتبقى تقريبا مدتها 6 شهور من الوقت اللي هم وافقوا فيه على الابلكيشن بتاعك وعديت الانترفيو. ويبقى عندك 6 شهور ان انت بقى تخلص كل حاجتك وتشوف لو عايز تبيع حاجه، تستقيل من شغلك، تعمل اي حاجه في خلال 6 شهور دي، وتحجز وتسافر. لازم تبقى هناك قبل ال6 شهور دي ما تنتهي. طبعا بمجرد بقى ان انا اتاكدت خلاص ان انا مسافر وكده، ابتديت بقى ان انا اعمل اتصالاتي تاني باصحابي واشوف ايه افضل مكان وناوي اعمل ايه وكل الكلام ده. وبرده ده تاني مهم قوي ان انت تعمله قبل ما تفكر ان انت تسافر، لان ما ينفعش تمشي كده عمياني، لان البلد كبيره جدا وتفاصيلها كتير جدا، والاجراءات بقى في الورق وان انت تعمل سوشيال سيكيورتي وكل الكلام ده مش كتير ناس هتبقى عارفاه، ناس عايشه في مصر وعارفاه، يعني مش كتير فاهم الموضوع ده. فده محتاج حد عايش هنا عشان تقدر ان هو يقول لك تروح فين وتعمل ايه وتسوي ايه. فده طبعا
حاجه مهمه. عندك حد حاول ان انت تستفيد منه وتعرف المعلومات. حاول تاخد برضو افكار، بيبقى في جروبس كده معموله للناس اللي مهاجره وكده، بيقعدوا يتكلموا ويشاركوا افكار. دي حاجات برضو فادتني جدا ان انا افهم ايه الدنيا اللي انا داخل عليها وناوي اعمل ايه وكده. وبس بعد كده خلاص جه يوم السفر وسافرت. وطبعا الموضوع بيبقى متعب ومربك ويعني حاسس ان انت قلقان ومتوتر ايه اللي هيحصل، طب الدنيا هتمشي ازاي برضه. يعني الموضوع اكيد مش سهل يعني. فمهما انت كنت جريء ومهما كنت يعني مذاكر كويس انت هتعمل ايه وكل الكلام ده، اكيد ساعه ما بتيجي في اللحظه دي بتبقى متوتر شويه ومش عارف الدنيا هتمشي زي ما انت مخطط لها ولا الموضوع هيبقى صعب ولا ايه. وبعد كده بقى اول لما توصل امريكا بتبقى اول محطه انت بتوصل فيها، حتى لو انت هتسافر بعد كده على ولايه تانية بتخش لازم المكتب الخاص بالهجره. بيبقى فيه ظرف اصفر كده السفاره مديهولك مقفول، بتقولك اوعى تفتحه عشان خاطر لو اتفتح ده ممكن يبقى اكنك غيرت ورق من جوه او غيرت شويه بيانات من الورق اللي هم باعتينه معاك، وده بيبقى الملف بتاعك اكشلي يعني. فانت بتروح مكتب الهجره بيشوفوا الورق وبياخدوا الظرف وبيصوروك وبيعملوك برضو فينجر برينت وبيأكدوا ان انت الشخص ده وصلت امريكا خلاص. فبيبتدي يعدوا لك بقى من اليوم ده حوالي 30 يوم وبتلاقي الجرين كارد او البيرمننت ريزيدنت كارد موجوده وجايه لك على الميل على البريد. وبتبتدي بقى ان انت تستخدمها في اي حاجه، اي اجراءات حكوميه عشان تطلع رخصه، تطلع حاجه في الشغل بيعوزوها. يعني بتبقى اثبات ان انت ليك حق العمل والاقامه لمده 10 سنين. ده طبعا في حاله ان انت ما قدمتش على الجنسيه يعني في خلال ال10 سنين دول. وطبعا في خلال الفتره دي بقى انا كنت بدور على سكن وهشتغل فين وهعمل ايه واسوي ايه. بس انا بالنسبه لي في البدايه كنت عندي خلفيه شويه الشغل ممكن يبقى فين. غالبا هيبقى في نفس التخصص اللي انا شغال فيه وكل الكلام ده. كان بس المشكله عندي ان انا ادور على مكان ويكون مكان مناسب وتكون المدارس بتاعته كويسه، لان طبعا كل منطقه مدارسها مختلفه عن التانية. انت لو عندك اطفال، وطبعا انت من ضمن الحاجات المهمه بالنسبه لك لو عندك اطفال ان انت جاي هنا البلد عشان خاطر التعليم. فما ينفعش بعد ما انت تمر بكل المراحل دي ان انت تدخلهم مدارس اي كلام او واخده ريت قليل. اكيد بتبقى عايز تاخد يعني اعمل شويه مجهود ان انت تدور اونلاين وتشوف ايه المدارس الكويسه في المناطق اللي حواليك، عشان خاطر بناء على المدارس دي انت هتسكن جنبها. لان انت في الغالب ما ينفعش ان انت تودي اي مدرسه زي ما انت عايز في اي مكان، المفروض ان هي تبقى تابعه للمنطقه بتاعتك. ده لو انت عايز تدخل مدارس اللي هي البابليك سكول. لكن لو حاجه برايفت طبعا ما بتفرقش يعني. ممكن قدام بعد كده لو انت حبيت ان انت تدخل ولادك حاجه برايفت ده هيبقى ممكن اختيار طبعا حلو جدا، لكن تكون استقريت شويه وتبقى عارف راسك من رجلك ماشيه ازاي، الدنيا ماشيه ازاي وشغلك، وهل هتقدر توفي بالمصاريف دي او لا. فدي طبعا كانت اول حاجه في البدايات بتاعتي في اول فتره. بعد كده قدرت بقى ان انا يعني ممكن ابقى احكي لكم بعد كده ايه التفاصيل اللي حصلت لي وازاي ان انا درست هنا حاجات خاصه زي لايسنسز كده عشان تشتغل في مهن معينه او حاجات معينه. ازاي ان انا قدرت ان انا اعمل كل الكلام ده. ممكن الكلام ده نتكلم فيه في فيديو تاني، لكن انا بس حبيت ان انا ادي لك كده فكره عامه ايه اللي بيحصل. وبالنسبه بقى للجنسيه، انت بيبقى من حقك بعد 5 سنين اقامه في امريكا وانت معاك الجرين كارد ان انت تقدم بقى على الجنسيه دي. فالجنسيه دي برضو ليها اجراءات وليها حاجات وليها طلب، بس لازم تقفل 5 سنين وانت جوه امريكا. بعد ال5 سنين بتملى ابلكيشن وبتدفع رسوم معينه، وبعد كده بتخش تعمل امتحان يعني مش صعب قوي عن التاريخ او اللغه او الكلام ده، حاجات سهله الناس بتذاكر لها يعني، والموضوع مش صعب. وبرضه بتعمل انترفيو كده ولازم تعدي منه عشان خاطر تاخد الجنسيه. مجرد ان انت خدت الجنسيه خلاص انت بقيت مواطن امريكي، تقدر تطلع باسبور امريكي، تقدر تسافر بيه اي مكان انت عايزه طالما بيقبلوا الباسبور الامريكي اللي هو تقريبا معظم الدول المهمه في العالم يعني هتلاقي بيقبل طبعا الباسبور الامريكي. وتقدر برضو ان انت تنتخب بقى الانتخابات وكده. ده الفرق بقى ما بين الجرين كارد وما بين ان انت يبقى معاك جنسيه. ان انت وانت معاك جرين كارد مش هيبقى عندك الحق ان انت تنتخب، تمام؟ لكن وانت معاك الجنسيه تقدر تنتخب وتقدر انت تشتغل في بعض الوظائف الفيدراليه اللي هي بتحتاج لازم يبقى حد شخص امريكي شغالها، يعني حاجات شبه كده يعني. لكن انت لو مش فارقه معاك انتخابات او حاجه
فهتفضل عايش 10 سنين اكنك زيك زي اي مواطن امريكي، ليك كل الحقوق، تقدر تشتغل في اي مكان، تقدر تروح اي ولايه زي ما انت عايز، تقدر تنزل مصر وترجع. طبعا قبل بقى ما انهي الفيديو ده حابب برضو اقول لكم ان من اهم الحاجات اللي لازم اي واحد وهو مسافر يفكر فيها او يحضر لها غير الورق وغير الكلام ده كله هي اللغة مهمة جدا. ليه؟ علشان انت لو انت ما تعرفش انجليزي انت مش هتعرف تتعامل مع حد. الموضوع هنا بقى مش هتقول له الجملتين اللي احنا حافظينهم بقى I go school by bus و give me hamburger والكلام ده، مفيش الكلام ده انت عايز تعيش، انت هتعيش يعني هتقدم لأولادك على مدارس، انت هتدور على شغل، عايز تسكن في مكان، عايز تعمل حاجة، عايز تذاكر حاجة، عايز تعمل اي حاجة، انت محتاج لغة كاملة، لغة تبقى فاهم ازاي تتعامل مع الناس. اي نعم في ناس هنا كتير جدا من العرب او من جنسيات تانية ممكن ما يبقوش يعني اقوياء قوي في اللغة، لكن تأكد ان هم بيشتغلوا اشغال بسيطة جدا يعني وسقفهم في الاشغال دي ما بيعلاش خالص، يعني مش هيعرفوا يعملوا فلوس ويحوشوا ويكبروا ويعملوا كل الكلام ده، الدنيا بتبقى ماشية معاهم كده بالزق وخلاص. فطبعا انت لو انت بتفكر بشكل مختلف ونفسك ان انت مش مجرد بس واحد تشتغل في مطعم كده والسلام وخلاص وتفضل حياتك كلها بتعمل كده، او شغال في بنزينة وتقعد لك 20-30 سنة، لو انت تفكيرك مختلف، لو انت بتفكر ان انت ازاي تكبر وان انت توصل وتشتغل في مكان محترم وتحقق احلام كتير ليك ولبيتك وكده، الانجليزي ده اهم حاجه لازم تحطها في الليسته بتاعتك قبل اي حاجه. يعني لو انت خلاص عرفت ان انت مسافر، ابتدي بقى خد كورسات، ابتدي بقى ذاكر، هتشوف حاجه اونلاين، هتشوف حاجه درس خصوصي، يعني شوف الطريقه اللي انت ممكن تستفيد بيها ايه واعملها. اقعد اتفرج على يوتيوب فيديوهات عن الانجليزي واكتب وتعلم واحفظ، كل الكلام ده هيفرق معاك جدا 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 اول لما توصل امريكا. لعلمك امريكا هنا الناس ما بتهتمش قوي بموضوع الاكسنت اللي هي اللهجه اللي انت بتتكلم بيها. لو بتتكلم بلهجه يعني بسيطه او بتتكلم بلهجه بريطانيه ولا بتتكلم بلهجه يعني مصريه صرف، يعني الكلام ده مش مهم. الناس هنا متعوده على المهاجرين، هي بلد مهاجرين. هو مهم ان انت تقول له كلام مفهوم وما يبقاش الكلمه انت بتقولها باكسنت غلط فبتدي معنى كلمه تانية. طول ما انت كلامك واضح، طول ما انت عارف تتكلم وعارف تقول جمله سليمه على بعض، هو بس مش عايز حاجه اكتر منك كده. هتقولها له بقى بلكنه مصري هندي بتاع ولا تفرق معاه، هو المهم ان هو يفهمك وبس. فما تركزش قوي على موضوع اللهجه لان دي بتيجي مع السنين وبتيجي مع الوقت ومن الممارسه. ركز بس ان انت تتعلم ازاي تقول جمل سليمه، ازاي يبقى عندك رصيد كويس من الكلمات ان انت تستخدم في حوارات مختلفه عشان تعرف يوم ما تروح انترفيو مثلا تعرف تبقى تتكلم بطريقه صح. يوم ما عايز تأجر مكان او هتمضي ورق وعقد وكده لازم تبقى فاهم ايه اللي بيحصل وعارف انت بتمضي على ايه بالظبط. دي حاجات كلها مهمه قوي ان انت تفهمها. فيا ريت اي حد مسافر او لسه مسافر او سافر من فتره وعنده مشكله في الانجليزي، عندك حلين. الحل الاول ان انت تتابعنا هنا على الشانل دي لان احنا شغالين على الموضوع ده من زمان، بقالنا اكتر من سنه وشويه بنعمل دروس عن الانجليش وكده، وهتلاقي حاجات كتيره قوي هتفيدك لو انت مهاجر. غير الكورس اللي انا برضو اعلنت عنه، هسيب لكم برضو اللينك بتاعه موجود هنا في الديسكريبشن عشان اللي عايز يتعلم محادثه بالانجليزي للمبتدئين. ده هيبقى كورس حلو قوي ان هو ياخدك من اول ما انت ما تعرفش اي حاجه عن الانجليزي لغايه ما توصل لمستوى متوسط، هتعرف تتكلم وتشرح للناس اللي انت عايزه وتفهمهم وكل الكلام ده، فالموضوع هيبقى بالنسبه لك مفيد. وكده بقى وصلنا لنهايه الفيديو ده، اخر حاجه في الفيديو ده. فيا ريت لو عجبكم تعملوا لايك وكومنت وقولوا لي لو في اي حاجه تانية محتاجين انتوا تسالوا عنها. هنبتدي بقى احنا في السلسله دي احنا هنتكلم على امريكا، بالاضافه برضو اللي احنا هنكمل برضو تعليم الانجليزي عشان ده بيكمل ده. فلو عندكم اي سؤال يا ريت اعرفه، ولو عجبكم الفيديو ما تنسوش تعملوا لايك.